شايلة طاجين ستك ليه؟ يلا نزليه وهقولك تعملي ايه. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة الكوردون بلو بطريقة سهلة وبسيطة، وكمان هتوفرلك من غير تركي وطعمها لذيذ لذاذة. يلا نشوف هنعمل ايه. هنحتاج شرايح من فيليه الدجاج اللي هو البانيه، بس يكون متقطع بسمك رفيع. هغطيه كيس كده وهدق عليها شوية علشان اموت الانسجة اللي فيها وما تكونش تخينة معايا علشان اقدر الفها رول. وبعدين هتبل بملح وفلفل، وبعدين هنزل بشوية من البابريكا وشوية من الثوم البودر وشوية من القرفة وشوية من البصل البودر، وهتبلهم بايدي كويس وهعملها على الناحيتين نفس التتبيل. بعدين هفرد شريحة الدجاج وعليها شريحة لانشون وبعدين شريحة جبنة، اي جبنة تنفع، احنا هنا استخدمنا اللانشون بدل التركي. ودلوقتي هنلف كويس رول ونتأكد ان هي مقفولة كويس علشان لما الجبنة تسيح متخرجش برا. وهعمل تاني شريحة تأكدي انها مقفولة كويس وهكمل. وبعدين هجيب بيضة هنزل عليها بنفس التوابل، ملح وفلفل بابريكا قرفة توم بودر وبصل بودر، وهقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا كويس. وهنزل عليهم بمعلقتين من اللبن وهقلبهم تاني ونجهز مع بعض الدقيق. انا تبلته بنفس التوابل باضافة معلقة كبيرة من النشا. هحط فيه الرول كده وهضغط عليه كويس علشان اتأكد انه اتغلف تمام، وهرجع احطه في البيض وبعدين في الدقيق تاني. اهم حاجة اتأكدي ان مفيش فيه فتحات علشان لما نحط الرول في الزيت الجبنة متسحش مننا وتتحرق. وهكرر نفس اللي عملته لحد ما اخلص الكمية، وبعد ما هخلص هدخلها الفريزر لمدة نص ساعة علشان تمسك نفسها. دلوقتي انا خرجتها من الفريزر، هنقليها على طول في الزيت. هنزل بالرولات كده في الزيت، اهم حاجة ما تعليش النار قوي علشان ما تتحرقش منك، تاخد لون بسرعة وما تكونش استوت. قلبيها على كل جنب شوية علشان تستوي معاكي كويس. وبعد ما تحمر معانا تاخد لون ذهبي حلو وفاتح، هنطلعها على مناديل مطبخ علشان نصفي منها اي زيت. اهم حاجة قبل ما تخرجيها علي عليها النار شوية علشان ما تكونش شاربة زيت منك. وكده خلصنا مع بعض وعملنا احلى كوردون بلو سهل وبسيط وما خدش وقت مننا خالص. دلوقتي هقطعه شرايح. بصوا شوفوا الجبنة سايحة ازاي، شوفوا الجبنة بتبظ من كل حتة، باظت خالص. وصفة سهلة وبسيطة وقدرنا نعملها بأقل تكلفة ممكنة. تقدري تستخدمي اي جبنة متاحة عندك، ممكن جبنة رومي، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة متاح عندك في البيت. مش لازم تشتري جبنة مخصوص ومش لازم تروحي تشتري تركي. احنا عملناه باللانشون وطلع طعمه تحفة وشكله تحفة وريحته تجنن بجد. الجبنة باظة منه من كل حتة. انا قدمته مع بطاطس وانتي تقدري تقدميه مع مكرونة بطاطس او ممكن عيش او فينو زي ما تحبي. يلا نغير شوية وكفاية بانيه ومكرونة، واعملوا كوردون بلو مع المكرونة. طعمه لذيذ لذاذة، جربوها وهتدمنوها، مش هتبطلوا تعملوها ولا تاكلوها. متنسوش تشتركوا في القناة وكتروا الشير واشوفكم على خير.